مبدئيا كده لازما اداره الاهلي يكون التارجت ليها للموسم الجديد انك تاكل الاخضر واليابس على المستوى القاري. ومعنى الاخضر واليابس هنا مش النتيجه بس، اداء ونتيجه. يعني انت رايح في الدوري بتلعب الزمالك، تبقى حاطط في دماغك انك تكسر او اكبر رقم تاريخي بينك وبين الاهلي، بينك وبين الزمالك في المواجهات المباشره، فتكسر 6-0. نفس القصه قدام الاسماعيلي فتكسر 8-0. نفس القصه تكسر مع انبي 5-1 وبيراميدز 3-0. كل الانديه اللي انت هتلعبها في الدوري المصري وتكسب بطوله بلا هزيمه وبلا تعادل. دوري تاريخي مع كاس مصر، مع كاس الرابطه، مع السوبر المحلي اللي انت هتبداه قبل الموسم لما يبدا، اللي هو يعتبر نهايه الموسم اللي فات. ده برضه يكون في حسبانك. تروح تلاقي نفسك على او كاس العاصمه يكون في حسبانك، مش انت مش هتشارك في كاس العاصمه او تلعب لي باللعيبه البديله. غير ان كاس الرابطه او كاس العاصمه تعتبر بطوله محليه، فهو قيمته او الفلوس اللي بياخدها البطل من كاس العاصمه هي اكتر من الدوري. يعني الدوري بياخد البطل 5 مليون، لو اعتبرنا الكاس العاصمه او كاس الرابطه بالمسمى القديم للموسم ده هيكون نفس الفلوس بتاعت الموسم اللي فات، فهو 10 مليون. حتى لو الرقم ده 10 مليون جنيه، حتى لو الرقم ده بالنسبه لاداره النادي الاهلي هو رقم لا يذكر، لكن برضه الرابطه لما بتحط جنب الكاس وجنب الدوري بيكون ليها اهميه، حتى لو لوحدها ملهاش اهميه. فلازم ده يكون في حسبانك. زي برضه انك على المستوى القاري دوري ابطال افريقيا تحط في دماغك برضه انك عايز تكسر الرقم القياسي او تكسر عقده صن داونز بالفوز، وفي نفس الوقت تكسر النتيجه بتاعت 5-0. وكل اللي انا بقول لك عليه ده متاح حاليا معاك في النادي الاهلي بالسكواد الهجومي. يعني السكواد الهجومي معاك يقدر يحقق لك الطرف الثاني من المعادله. يعني النتيجه مثلا 8-0 قدام الاسماعيلي يقدر يحقق لك انك تكسر رقم الثمانيه. لكن الرقم اللي جنبه اللي هو الصفر ده مش هيتحقق غير لما تغير سكوادك في الناحيه الدفاعيه. فتعال نبص مع بعض كده ايه المتطلبات وايه اللي محتاجه النادي الاهلي علشان يوصل للتارجت اللي انا قلته دلوقتي. نبداها كده في الناحيه الهجوميه، اللي هو المفروض الخط اللي موجود معاك كويس. انت معاك اتنين مهاجمين تقال جدا، منهم مهاجم ما شاء الله عليه، مهاجم تقيل جدا، مهاجم باذن الله وباذن الله يفضل معانا، لان لو ما فضلش معانا والاداره مشته لاي سبب، حتى لو جه في رقم تقيل وما جبتش مكانه لاعب بنفس الجوده بل اعلى منه، لان وسام حاليا مش وصل لمرحله انه اعلى جوده، لا ده كمان انسجام عالي جدا بينه وبين بقيه اللعيبه. فلو مشيت وسام، لو جه في رقم تقيل مثلا زي 10 11 12 مليون دولار في الوقت ده، انت قبل ما تخلص وسام ان هو يمشي جيب مكانه على طول مصطفى محمد، او جيب مكانه لاعب اجنبي. لو قدرت تشيل لاعب من اللعيبه الاجانب في بقيه السكواد، عشان انت اقصى عدد بالنسبه لك خمسه، وجبت مكانه لاعب كويس. في الحاله دي لو وسام مشي يجيب لاعب محلي وحيد وهو مصطفى محمد اللي ينفع يكون في المكان ده. تمام. فمبدئيا كده نبدا، لو وسام ابو علي ما جاش في رقم كويس وسام موجود معاك وجردشار، جيب معاه مهاجم ثالث يكون اسامه فيصل، يدي لك في المستقبل، زي انك هتلعب بطولات كتيره جدا منها البطوله العربيه اللي انا ما ذكرتهاش في بدايه الفيديو. ده بطوله مهمه جدا، فلازم برضه يكون معاك ثلاث مهاجمين تقال، والثلاثه ينفعوا كل واحد فيهم يلعب اساسي. اللاعب اللي فيهم اللي يقع، اللاعب اللي فيهم في وقت من الاوقات ما يأديش الاداء اللي انت منتظر منه، على طول في لاعب تاني في ظهره يلعب عليه اساسه ويجيب اجوان زي اللاعب الاولاني واكتر. ابو تريكه بعد صفاقسي الجون التاريخي في 2006، مانو جوزيه مع الوقت جاب له امير سعيود، ما جابلوش لاعب بس مش مجرد لاعب محلي، ما جابلوش وار سيتوش بس، مع الوقت جاب له امير سعيود، وكان لاعب حريف جدا، اللاعب الجزائري اللي احنا كلنا عارفين ان هو كواليتي لاعب حريف، فهو يمكن اكتر حرفنه من ابو تريكه، لكن كواليتي لاعب مجمل فابو تريكه اعلى منه. فعشان ابو تريكه يفضل في القمه على مستوى احسن لعيبه صناع العاب في تاريخ الاهلي، فلازم تلاقي لاعب جنبه بيخبط. ميسي عشان يوصل اللي فيه دلوقتي وكريستيانو عشان يوصل اللي فيه ده دلوقتي، كان لازم الواحد فيهم يخبط في الثاني طول 10 سنين عشان يفضل في القمه. فلازم ده يحصل، ولازم دي تكون فلسفه الاهلي الموسم الجديد. ده بالنسبه للسنتر فيرود. عندك بقى الثلاثه اللي تحت السنتر فيرود، في حاله انك تلعب 4-2-3-1، فانت عندك ناحيه يمين عندك زيزو وعندك طاهر محمد طاهر. الشحات لو عايز يمشي، لو حاطط دماغه ان هو يبقى لاعب اساسي مش هينفع خالص باللي هو فيه دلوقتي. يعني عندك لاعب زي زيزو هو خلاص كان خلاص خلص اموره كلها مع نادي الزمالك، يعتبر انت قدامك 3 شهور قبل بطوله كاس العالم للانديه وانت رايح تلعب مع سكواد تقيل، ويعتبر من اقوى السكوادات على مستوى القاره حاليا في كقيمه سوقيه حتى. كان بيتمرن برايفت لوحده. امام عاشور لما في فتره من الفترات كان نزل
مرن برايفت لوحده. نفس القصه في لعيبه كتيره بتعمل الكلام ده. حسين الشحات لما الفتره اللي فاتت بقى بيتمرن برايفت لوحده ما شفناش ده موجود في ارضيه الملعب. انت لاعب حريف ولاعب الكره في رجلك كويسه خالص، لكن انت محتاج بدني يكون اعلى، محتاج رجلك تكون موجوده في الملعب، محتاج المجهود البدني واللياقه البدنيه تساعدك انك في 90 دقيقه تروح تدافع وتهاجم. تريزيجيه اللي مديله الافضليه وفي وقت من الوقت في 2018 كله كان بيتكلم عليه على حساب محمد صلاح علشان هو كان بيدافع وبيهاجم، وما زال تريزيجيه عنده النقطه دي وميزه مهمه جدا. حتى لو هو في الناحيه الهجوميه مش حرفنه بن شرقي مثلا، لكن تريزيجيه دفاعيا وهجوميا هو يمكن من اعلى اللعيبه الوينجر في مصر، ويمكن في القاره كلها. فعشان كده ده بيدي بونص لتريزيجيه. فعشان حسين الشحات يفضل في المكانه دي كان لازما يبقى دفاعيا وهجوميا. كنا نشوف في ماتش الاخير قدام بورتو لا بيدعم محمد هاني. فعشان كده انا اعتبر حسين الشحات مشي، فيبقى عندك دلوقتي هيبقى عندك زيزو كترتيب كده: زيزو، طاهر محمد طاهر، والثالث محمد عبد الله ما يطلعش. وزي ما قلت لك في كل مركز حط في مكانه ثلاثه عشان انت هتشارك في كذا بطوله. كل البطولات دي انت حاطط فيها السقف والتارجت بتاعك انك تاخد البطوله، وما ينفعش ولا بطوله منهم تنسحب حتى لو بطوله كاس العاصمه. ناحيه الشمال بالترتيب برضه، او دي بالذات ممكن تغير فيها الترتيب: تريزيجيه وبن شرقي، والاثنين يمكن في مكانه واحده. ولاعب الثالث بالنسبه لك شوف بقى لاعب من اللعيبه الناشئين طلعها في المكان ده. نيجي بقى في مركز صانع العاب، رغم ان هو مش دلوقتي وفي الطريقه اللي بيلعب بقى الاهلي من بقى له فتره كبيره من ايام كولر تقريبا، فانت ما فيش لاعب صانع العاب. فعلشان يبقى معاك لاعب صانع العاب متطور ومواكب العصر في الكره الحديثه، ومش رتم بطيء، مش لاعب عايش في ادوار اللاعب رقم 10 الكلاسيكي اللي بيبطئ الريتم وبيستحوذ الكره استحواذ سلبي. وكلام عن قفشه دلوقتي، يعني قفشه مش بيطور نفسه في الجزء ده خالص. فعشان يبقى معاك لاعب رقم 10 في المركز ده ومحلي علشان عدد الاجانب بالنسبه لك، فلازم ترجع احمد عبد القادر وما يرجعش كبديل كوينج ناحيه شمال، لا يجي كلاعب اساسي في مركزه الاساسي اللي لعبه في ايام سموحه، وكان عامل ثنائيه مع مصطفى فتحي بصوره قويه جدا، واحمد عبد القادر في مركز صانع الالعاب. وهتحتاج المركز ده في اوقات كتير مع ريفيرو اللي لعبها في اوقات كتير برضه ايام اورنالدو. فدلوقتي انت كده عندك الثلاثه تحت المهاجمين عبد القادر، ولو قفشه كمل يبقى بديل لعبد القادر علشان قفشه يلاقي نفسه لا ده انا محتاج اتطور. ده انا حتى في المركز لو انت بتحاول تغير خطه انا مش رقم واحد بالنسبه لك كلاعب صانع العاب. فلو كمل لو مثلا المركز ده وان هو يبقى بديل لعبد القادر في مركز اصلا مش الطريقه الاساسيه للنادي الاهلي، فيبقى تمام اقعد وطور من نفسك. مش عاجبه شوف لاعب من اللعيبه الناشئين اللي تحت، ولازم مولود سليمان هنا عينه تكون موجوده زي ايام زيزو، زي لما طلع لنا عمرو جمال، طلع لنا رمضان صبحي، طلع لنا كريم بامبو، طلع كذا لاعب كده. الفتره دي بقى بنشوفهمش، بقالنا فتره ما شفناش لاعب من اللعيبه اللي طلع لنا بصوره ممتازه. يمكن باستثناء ممكن كوكا اللي مكمل دلوقتي، محمد عبد الله يعني. عايزين نطلع كذا لاعب بقى مع الوقت من اللعيبه القطاع الناشئين، وتبقى كلاعب رقم 3 في الاسكواد القوي ده، وطبعا هيزدادوا خبره. تعال بقى للمركز، اقوى مركز واكتر بوزيشن في النادي الاهلي مديله تقل في ارضيه ملعب ضد اي فريق في افريقيا، وطبعا بلا جدال اي فريق محلي. ثلاثي وسط الملعب واساسيين كالتالي: ديانج، امام عاشور، بن رمضان. الثلاثه دول اساسيين، واحد رقم 6 واثنين لعيبه الثمانينات. وبدلائهم كالتالي برضه: مروان عطيه وكوكا. واللاعب رقم 3 ممكن تجيب لاعب من اللعيبه الناشئين لو كباكا نفع تكمل له اعاره او يرجع ويكون له دور مع الوقت برضه. دي اللعيبه لعيبه الوسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، اللي زي ما قلت لك ده من اهم المراكز في ارضيه الملعب. الترجي في وقت من الاوقات لما كان مسيطر على افريقيا فكان مسيطر بثنائيه كوليبالي وفرانكو كوم. الاثنين دول كان واحد فيهم دستوري اللي هو فرانكو كوم، وكوليبالي كان اللعيب القوي. ده في وقت لما انت بتلعب باثنين دبل بيفوت او بتلعب باثنين بيلعبوا في قلب الملعب بطريقه 4 2 3 1. ففي ال 4 3 3 لازم تكون عندك تنوعيه وروتيشن كتير جدا في الثلاث مراكز دول. تعال بقى في الخط اللي بالنسبه لي هو الثغر في النادي الاهلي، وهو اللي ما يساعدكش انك تكسب. يعني عادي جدا تبقى انت جايب 4 تجوان قدام بوز وتسجل فيك 4 تجوان عشان عندك الخط اللي ورا مش كويس، وممكن في ناس ممكن تتظلم عشان مفيش دعم من خطوط اماميه زي ما قلت لك هاني. بس في نفس الوقت هاني انا مش هحكم عليه في ماتش بورتو بس، ومش هحكم عليه في ماتش بالميراس بس، ده انا هحكم على مسيره كامله لهاني مع النادي الاهلي لمده 10 سنين. هاني في الناحيه الدفاعيه احنا شايفينه من فتره كبيره جدا بيدافع بطريقه غريبه. يعني هاني وهو واقف وهو بيجي يقابل اللاعب المهاجم اللي داخل عليه بيقف بطريقه غريبه، بيترقص قبل ما يترقص. المحمدي كان عنده المشكله دي في منتخب مصر 2017 في بطوله افريقيا، وهاني عنده نفس المشكله دي. طيب هل هاني عنده الادوار الهجوميه
وعنده الامكانيات والبروفايل اللي يسمح له ان انا ممكن يعني اختاره معايا كبصوره اساسيه، حتى لو عنده قصور في ناحيه الدفاع، علشان هو في الناحيه الهجوميه تقيل قوي. يعني مثلا الشيبي مثلا ناحيه اليمين او علي معلول ناحيه الشمال، لا، هاني لا دفاعيا ولا هجوميا ما عندوش، مش هجوميا مش بيعمل اوفرات كتيره جدا، مش لاعب صانع العاب مثلا ناحيه اليمين، لا ما عندوش الجزئيه دي. فبالنسبه لي هاني في المركز ده لازما لو هيكمل يبقى يكمل بديل، فتشوف لي واحد اساسي على محمد هاني يقدر يلعب لك في البطولات اللي انت هتلعبها اللي منها انتر كونتيننتال، لازما يكون ده التارجت بالنسبه لك انك تاخد البطوله فيه. قلت لك كل البطولات الموسم الجاي تكون في حسبانك. فبالنسبه لي هاني بديل. ثنائيه قلب الدفاع اتنين بدله، العش ناحيه الشمال كلاعب سنتر باك ناحيه الشمال عشان بيلعب برجله الشمال وصغير في السن، هو لحد دلوقتي ما جاش في الاهلي لسه، بس ممكن يتطور مع الوقت. ناحيه اليمين يبقى عندك ياسر ابراهيم. اشرف داري حتى لو هو لاعب يستحق يكون اساسي في النادي الاهلي، لكن اصاباته المتكرره ما ينفعش يكون في النادي الاهلي، ما ينفعش احتاجه في ماتش مهم جدا ما لقوش بسبب اصابته. لما بصيت على عدد الماتشات اللي لعبها اشرف داري على مدار الموسم اللي فات مقارنه بلاعب زي رامي ربيعه، والاثنين في نفس المركز، والاثنين انا بتكلم بس في موسم، لقيت رامي ربيعه مشارك في 37 ماتش في حين اشرف داري مشارك في 19 ماتش. يعني انا جيت بالي كده ان اشرف داري ده ممكن يكون جه في نص الموسم ما جاش، يعني ممكن اكون نسيت مثلا انه جه في نص الموسم ما جاش في بدايه الموسم، ابص الاقي الاثنين بدايتهم من ماتش العين او من ماتش الزمالك والسوبر الافريقي، الاثنين بدأوا في نفس الماتشات، وده ناهي الموسم ب 19 ماتش وده ناهي ب 37 ماتش. فاشرف داري لازما حتى لو هو امكانياته عاليه وامكانياته تسمح له ان هو يكون اساسي في اي فريق في افريقيا، بس بسبب الثغره اللي موجوده عنده او بسبب اصاباته المتكرره لازما اشرف داري يبقى مع السلامه، وده بسبب ان ما ينفعش عندك يبقى لاعب اجنبي بديل. تمام. ففي الوقت ده انت خلاص اشرف داري انت محتاج كده، انت خلاص حطيت ياسر كبديل، انا بحط ده كله كتارجت الانتر كونتيننتال. عندك ناحيه اليمين ياسر ابراهيم بديل، عندك العش بديل. لازم يكون عندك ثنائيه اساسيين وفي نفس الوقت يكونوا الثنائيه يكونوا لعيبه منهم واحد محلي ومن واحد اجنبي، او يعني لو انت وسام لا قدر الله مشي وما عرفش تجيب مصطفى محمد واضطريت تعوض وسام ابو علي بانك تجيب لاعب اجنبي بنفس امكانيات وسام ابو علي ويمكن اعلى منه، فهتضطر كده تجيب اتنين لعيبه محليين. فعلشان النقطه دي نطلع منها، انت اللعيبه المحليه اللي موجوده كلها لازم يبقى عندك لاعب مقومات منتخب مصر، لاعب يلعب منتخب مصر في كاس العالم، فده طبعا مش متواجد في اي لاعب غير محمد عبد المنعم، وصعب محمد عبد المنعم تجيبه من اوروبا حتى لو هو مصاب حاليا وان شاء الله يرجع بالسلامه، بس ده برده ما يكونش السافي بالنسبه لك، لان انت وارد ومش وارد، يعني وارد ان هو يرجع لك ووارد ما يرجعلكش. فخلينا دلوقتي في ان محمد عبد المنعم بره الحسبان. عندك ثنائيه، انا بصيت على ياسين مرعي اللي هو كله بيتكلم عليه دلوقتي، لا لاعب كويس، لاعب خامه محترمه وخامه كويسه، ولاعب كوير، ولاعب البروفايل اللي بيحتاجه ريفيرو في طريقه لعبه، اللي هو بيحتاج لعيبه سنتر باكات بالذات، لعيبه تقدر تطلع لك بالهجمه. فلازم أن يكون عندك ناحيه الشمال ولاعب اشول وياسين مرعي. ناحيه اليمين بقى انا من وجهه نظري لازم الميزه دي اللي موجوده في لائحه الاتحاد الكره لازم نستغلها، هو ان اللاعب الفلسطيني يعتبر لاعب مصري. ففي الحاله دي بص بقى على اللعيبه الفلسطينيه او اللعيبه حتى اللي واخده جنسيتين منها جنسيه فلسطينيه او اللعيبه اللي واخده جنسيتين منها جنسيه مصريه. فبعد ما بصيت شويه او حاولت اتفرج على الهايلايتس لبعض اللعيبه، عجبني قوي اللاعب ميلاد ميشيل، اللاعب المدافع الفلسطيني الاساسي، اللاعب اللي بيلعب حاليا في الوقرة القطري، عقده ممتد لحد 2027. ليه النادي الاهلي ما بيفكرش فيه، او على الاقل خالص يعرضوا للسكاوتنج ويقيموه والمدير الرياضي ياخد قرار ويقدمه كده، يقدم سي في ويقدم فيديوهات للمدرب، او حتى يبعت ناس تتفرج عليه في الوقرة، او حتى على المستوى الدولي مع المنتخب الفلسطيني، واللاعب بطولات كويسه، يعني بيلعب مع الوقرة حتى لما بصوره اساسيه، لعب مع المنتخب الفلسطيني في منافسات قويه، مدافع قوي، مدافع عنده الامكانيات المحترمه ومدافع كوير في نفس الوقت. فانا بالنسبه لي المدافع ده هو البديل المناسب لاشرف داري، خصوصا ان هو مش هياخد مكان اجنبي. ناحيه الشمال محمد شكري ان شاء الله جاي ويبقى بديله كريم الدبيس ويطلع لي لاعب من اللعيبه الناشئين، يبقى انا كده اديت لك التوليفه النادي لازم يمشي عليها في الخطوط كلها من الخط الخلفي لحد الخط الهجوم، ناقص حراس المرمى. ثلاث حراس بالنسبه لك في النادي الاهلي لازم يكون شوبير، شناوي، سيحه، ومصطفى مخلوف يطلع اعاره، ولازم يكون الترتيب زي ما انا قلت، شوبير اول مش محمد الشناوي حارس تقيل وحارس بيعمل ماتشات خرافيه وحارس شنف ماتش انتر ميامي بصوره محترمه جدا وعامل فترات كويسه وعنده كارير وعنده رصيد مع النادي الاهلي كتاريخ وقائد في النادي الاهلي.
لكن حاليا بطريقه ريفيرو، وعشان ما تخسرش الحارس ده اللي هو شالك وقت من الاوقات، وحارس عنده امكانيات محترمه سواء كان بخروج بالكوره سواء كان من حيث التصديات، وحارس مواكب التطورات في حراسه المرمى، هو شوبير لازم يكون هو اساسي. لازم اساسي يكون بالنسبه لك شوبير هو اساسي في حراسه المرمى. فبالسكواد ده وبالترتيب اللي انا قلته ده، النادي الاهلي ان شاء الله مع شويه تكتيكات وشويه فلسفه من ريفيرو، ولو لقيناه بيتفزلك في وقت من الاوقات مش عايز يوصل لمرحله كولر ان انا هطلع ديانج اعاره. ديانج لما شفناه في ماتش او شفناه في ماتش بورتو، انا استغربت. انا كنت متوقع ان ديانج مش جاهز، كنت متوقع ان ديانج مش جاهز بدنيا. لما لقيت ديانج بالنسبه لي شفته في الماتش ده لا، ده في ممكن مدربين اجانب ما بيعندوا. يعني حته ديانج يطلع ده بيعاني، حتى لو ديانج عنده شويه القصور في خروج بالكوره، طورها طور له عنده الجزئيه دي. يا عم تلاشى في الصوره التكتيكيه، خلي ديانج مجرد لاعب بيفضي مكان لاعب تاني جاي من ورا، اللي هو بين رمضان مثلا او امام عاشور، في كذا حاجه. لكن فكره ان اليو ديانج يلعب تحتاجه في ماتشات كبيره ويخرج لك الكره، يحول لك كميه هجمات مرتده رهيبه من غير ما يتعب نفسه وما يتعب الكره، يا دوب بيتعب بصوره سهله جدا ويوصلها بصوره كويسه جدا، ويوصلك انفرادات ويعمل لك هجمات مرتده بطريقه كتيره يعني بعدد كبير. فده ما ينفعش يقعد دكه، او على الاقل او على الاقل خلاص ما ينفعش تطلعه بره النادي الاهلي، ده انت هتحتاجه بصوره كبيره في ماتشات قويه. فلازم ديجو يكون موجود. انا ناحيه اليمين بقى ما اتكلمتش عليها، انت عايز تشوف لاعب بديل لهاني، وحاليا مش هتعرف تجيب لاعب اجنبي عشان عدد الاجانب. فاللي ينفع في الدوري المصري كله في مفاضله ما بين احمد هاني وبين احمد عيد. وانا كنت بقول ممكن احمد هاني شويه، لان احمد عيد رغم ان هو سي في اقوى من احمد هاني، ورغم ان هو لعب في ماتشات اقوى، يعني لعب يكفي ان هو لعب نهائي القرن، ولعب مع المنتخب الاولمبي، لعب مع منتخب مصر مع حسام حسن، لعب مع المصري في بطوله افريقيا، لعب مع الزمالك في بطوله افريقيا. فعشان كده احمد عيد يبقى هو اللاعب الانسب ان هو يكون بديل، يكون اساسي على محمد هاني كاختيار محلي في سكواد النادي الاهلي. عشان كده يكون ده التشكيل الانسب للنادي الاهلي في نهائي الانتر كونتيننتال، اللي هو ده هيكون السقف ليك للموسم اللي جاي. فبالتالي نفس التشكيله دي تنفع لاي ماتش تاني على مدار الموسم. في حراسه المرمى شوبير، 4 في خط الدفاع ناحيه اليمين، ناحيه اليمين احمد عيد، 2 في قلب الدفاع، قلب دفاع ناحيه اليمين اللي هو ميلاد ميشيل، وناحيه الشمال عندك ياسين مرعي، وباك شمال محمد شكري، وثلاثه في قلب في عمق الملعب اليو ديانج وبن رمضان وامام عاشور، ناحيه اليمين زيزو، ناحيه الشمال تريزيجيه او بن شرقي، والاثنين في نفس المستوى، ومهاجم وسام ابو علي. وان شاء الله مع ان في كل مركز فيه 3 لعيبه، انت كده باذن الله كل البطولات انت المصنف الاول فيهم كلهم، وبالتالي انت قدامك رقم قياسي تقدر تحققه على مستوى النتائج ضد الفرق المنافسه، وعلى مستوى عدد البطولات في موسم واحد.